السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاع النهارده هيكون بسيط شرح ان ازاي تدخل الموقع بتاعك في وضع الصيانة او المينتيننس مود. الوضع ده نقدر ندخله بطريقتين، يعني خلينا ندخل لكم في الشرح المباشر. نقدر ندخله بطريقتين. الطريقة الاولى عن طريق ممكن الاستضافة بتاعتك تبقى موفرة لك الميزة دي، او عن طريق ان انت تنزل بلجن معينة اللي احنا هنشوفها برضو مع بعض وتقفل بيها الموقع بتاعك. طيب قبل ما نبتدي الشرح ازاي نعمل ده، انا ليه ممكن احتاج اقفل الموقع بتاعي؟ انا مثلا عندي الموقع هنا اهو وانا محتاج ازود فيه صفحه مثلا، او الموقع ده هعمل حاجه في الصفحه الرئيسيه، فالموقع لو عليه زوار انا ما ينفعش حد يشوف ايه اللي بيحصل خلاص. او لو في مشكله حصلت في السايت نفسه وعايز تحلها ومش عايز تشوف يعني الزوار يشوفوا فيه ايه، فتقدر تدخله في وضع المينتيننس مود او وضع الصيانه ده، بحيث انك لما تخلص الناس ترجع تلاقي الموقع بتاعها شغال عادي. طيب اول حاجه نشوفها عن طريق الاستضافه. لو انت بتستخدم استضافه هوستنجر زي حالاتي، بالمناسبه هسيب لكم لينك تحت. اللينك ده لو دخلت تشتري من عليه اي استضافه هتاخد خصم يوصل لحد 20%، يعني الخطه ام $60 هتبقى ب $40. المهم انت لو عندك او بتستخدم استضافه هوستنجر بتديك الخاصيه دي على طول من غير ما تحتاج تنزل حاجه. فهتيجي تدخل على مواقع الكترونيه عندك هنا، تنزل تدور على الدومين بتاعك، وليكن هنا اهو عمار الصاوي. هدخل على لوحه التحكم بتاعته، وبعدين هاجي هنا عند الشمال انزل عند ووردبريس وادوس على نظره عامه. هلاقي عندي هنا وضع الصيانه. مجرد ما ادوس عليه كده افتحه كده وضع الصيانه اشتغل. طيب انا طبعا لو جيت هنا عملت ريفرش ودخلت مش هيبان حاجه لان انا داخل ادمن. فهنيجي ندخل من تابه مخفيه ونكتب الموقع بتاعنا. هنيجي ندخل نلاقي وضع الصيانه من هوستنجر. ده بيبقى شكله على طول، بس ده لا تقدر تغير ولا تعدل عليه. انت مش عايز تعرف حد مثلا ان الاستضافه بتاعتك ايه، او انت مش بتستخدم هوستنجر بتستخدم حاجه تانية ومحتاج ان انت تشغل الوضع ده وتتحكم فيه اكتر، فده اللي احنا هنشوفه عن طريق الاضافه. هتيجي معايا على الموقع بتاعك، تدخل على لوحه التحكم وتبتدي تنزل تحت الاضافات. بعد ما تنزل الاضافات هتدوس اد بلجن وتبتدي تكتب هنا مينتيننس مود. بعد ما كتبنا هنا مينتيننس مود هتظهر لك اكتر من اضافه بيعملوا او فيهم نفس الفكره يعني. فخلينا هنستخدم الاضافه اللي اسمها مينتيننس بس، اللي هي جايه من ويب فاكتوري. الاضافه دي متنصبه اكتر من مليون مره وانا جربتها على اكتر من موقع وشغاله كويس. في عندك برضو السيت برود دي كويسه، ولكن خلينا احنا هناخد الشرح النهارده على الاضافه دي. هنبتدي نعمل لها انستول، وبعد ما نعمل لها انستول هنعمل لها اكتيفيت. بعد ما نعمل لها اكتيفيت هتلاقيها ظهرت عندك، او هتلاقي ظهر عندك في الشريط اللي فوق ده مينتيننس از اون. تمام، وهعرفك تجيبها منين. وهي اول ما بتفعلها في الغالب بتخلي الموقع بتاعك في وضع الصيانه. فتعالى ندخل على تابه مخفيه تاني ونشوف الموقع بتاعنا شكله بقى عامل ازاي. هندخل عليه نلاقي الموقع بتاعنا بالشكل ده. تمام، تلاقي هنا الاسم بتاع الموقع لو هو مكتوب، وبتلاقي هنا الجمله بتقول لك ان مينتيننس مود از اون، وزي وصف صغير تحت، وفي برضو الجزء اللي تحت ده، وفي عندك هنا مكتوب فوق اللي هو العنوان بتاع التابه سايت از undergoing maintenance. في ميزه كمان جميله، انك لو جيت دوست على علامه القفل هنا هتلاقي انك تقدر تكتب اليوزر والباسورد بتوع لوحه التحكم بتاعتك او الداشبورد، فتقدر تدخل على الموقع على طول. خلينا بقى نشوف احنا لو عايزين نغير الكلام ده نكتب حاجه معينه. انت مثلا لسه بتفتتح الموقع بتاعك وعايز الناس لما تدخل عليه، او ابتديت توزع الدومين بتاعك وعايز الناس لما تدخل يبقى فيه رساله ترحيبيه تعرف الناس انك هتفتح يوم كذا، وكمان نتحكم ازاي في الخلفيه وهكذا. فهنيجي ننزل هنا ونيجي ندخل على الاضافه، نيجي نفتحها من هنا ندوس عليها. طبعا الاضافه مجانيه ومش محتاج حاجه اكتر من المجاني. لو محتاج تشتريها ممكن تشتريها عادي، لكن النسخه المجانيه بتغطي كل حاجه. طيب بنيجي نبص هنا كده نلاقي المينتيننس مود معمول اون، ونيجي هنا نلاقي البيج تايتل اللي هي السايت از اللي احنا كنا شفناها فوق. فلو جينا هنا فتحنا نلاقي العنوان ده، فنقدر نغيره مثلا نكتب فيه اي حاجه وبالعربي والانجليزي عادي. فممكن اكتب مثلا اسم الموقع بتاعي، ماشي، عمار مثلا الصاوي، وليكن تقدر تكتب اي حاجه مناسبه. هل انا بحب اكتب الاي دي كابيتال. عندك هنا بعد كده الهيدلاين اللي هو الجزء اللي ظاهر هنا. تمام، تقدر برضو تغيره بكل سهوله. فلو جينا هنا وكتبنا ممكن نكتب مثلا الموقع تحت الصيانه الان، وزي ما قلنا تقدر تكتب عربي وانجليزي، بس خلينا نكتب هنا بالعربي عشان اغلب الناس بتستخدم وبتكتب عربي. الديسكريبشن اللي هو تحت العنوان، فممكن نكتب مثلا الموقع سيكون متاحا مثلا يوم 25/10 مثلا، وليكن تقدر تكتب اي حاجه. والجزء اللي تحت في الفوتر اللي انا وريته لكم هنسيبه مثلا زي ما هو، عمار الصاوي 2025. الدنيا تمام. هنبتدي نعمل هنا سيف تشينج. ولو نزلت تحت كمان شويه بص، دي اشكال تقدر تستخدمها برضو مصممه وتقدر تعدل عليها، بس اغلب الحاجات اللي فيها بفلوس.
احنا مش محتاجين حاجه منهم. نقدر طبعا زي ما انا قلت لكم نغير الباك جراوند، لو عندك لوجو تقدر ترفعه هنا برضو وتحطه، لو الموقع لسه جديد تقدر تغير الباك جراوند زي ما قلنا. وبعد ما بتخلص بتروح دايس سيف تشينج. طيب هنيجي نطلع فوق، خلاص احنا عملنا سيف تشينج، نيجي برضو هنا كمان مره نعمل سيف تشينج، هنشيل دي بتاعه اللايت سبيد كاش. بعد ما عملنا تعالوا نعمل ريفريش ونشوف البيانات اللي احنا عملناها دي اتغيرت ولا لا. لو جيت عملت ريفريش اول حاجه هبص هلاقي العنوان اللي فوق اهو اتغير، بقى اسمه عمار الصاوي اسم الموقع، وهنا اسم الموقع كده هو بيبقى واخده من لوحه التحكم بتاعتك، وكتب لي تحت هنا الموقع تحت الصيانه الان، والموقع سيكون متاحا يوم 25/10. طبعا تقدر تغير الفونت وكل ده، وتقدر تغير الباك جراوند تتحكم. بس فانا حبيت اشرح لكم شرح لطيف خفيف كده نشوف بيه الاضافه دي ازاي نقدر نفعلها ونقدر نخلي الموقع بتاعنا تحت الصيانه. طبعا بكل بساطه تقدر تيجي هنا وتروح جاي قافل دي كده، تدوس لها اوف وتدوس سيف تشينج، ولو جيت هنا عملت ريفريش هتلاقي الموقع بتاعك اتفتح واشتغل بشكل طبيعي جدا. ده كان شرح النهارده. ما تنسوش انا سايب لكم لينك تحت لو دخلت من عليه، لو عايز تشتري اي خطه من خطط هوستنجر هتاخد عليها خصم 20%. اشوفكم فيديو جديد، سلام.